اليابان والمانيا او فريق البسكليتات او العجل بصراحه داعم للشواذ والمتمسك برايه قوي ان هو يدعمهم بالطريقه الغريبه اللي هو فيها دي. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم ركزوا في الشاره ومين هيلبسها وهينزلوا بيها ولا لا، وان لاف ومش وان لاف، ونسوا الماتش اصلا. نسوا الماتش خالص ونسوا ان هم يعملوا اي حاجه، فربنا عاقبهم بكل دوت وخسروا الماتش. وان شاء الله الماتش الجاي يخسروا من اسبانيا ويطلعوا بره على اداء اسبانيا اللي احنا شفناه دوت. الواحد مش عارف يقول لهم ايه بصراحه. قرف يعني، بيتكلموا في قرف يعني. اشاره ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ما تركزوا في الكوره، ما تركزوا في الكوره وبيانات وحاجات وفيفا، ومصرين قوي مصرين قوي على النجاسه. ايه القرف ده؟ وقبل ما نتكلم على القرف، ما هي حلقه مقرفه. حلقه مقرفه، فانت زق معانا اليوم وعملنا لايك وسبسكرايب وظبط لنا الدنيا كده. انزل يا ابني بالانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألمانيا واليابان. يعني ربنا عاقبهم عقاب مفيش أحسن من كده بصراحة. يعني احنا كلنا مبسوطين. أنا عندي تيشيرت ألمانيا مش هلبسه تاني خلاص، والله هلبسه تاني وخلاص. فإيه ده طبعا مفيش لبس ألمانيا وإن شاء الله هيخرج الماتش الجاي. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة تعالى نشوف البيان الفيفا قاله. الاتحاد الألماني لكرة القدم على الصورة الجماعية قال لك ايه بقى شوية البسكليتات دول؟ قال لك كنا نريد أن يرتدي قائدنا شارة القيادة لدعم مبادئنا التي نؤمن بها في منتخب ألمانيا، التنوع والاحترام المتبادل. امال رفقة منتخبات أخرى أيضنا أن يسمع صوتنا. لم يكن الأمر متعلقا باتخاذ موقف سياسي، فحقوق الإنسان ليست موضوعا للتفاوض. الله عليك، هعيط والله. يجب أن تكون حقوق الإنسان مكفولة، لكن هذا ليس الوضع حتى الآن. ولهذا فإن تلك الرسالة كانت مهمة لنا، ومنعنا من ارتداء شارة القيادة كانت تكميما لأصواتنا. نحن نتمسك بموقفنا والله، ولا تكميما ولا حاجة. احنا خايفين على شعوركم وخايفين ان كتب وبسكليتات مش أكتر. A7A لا حقيقي بجد والله، يعني مش عارف اقولها لكم ازاي، بس فعلا اللي اتقال دوت حقيقي يعني. اسم يعني ملوش حل تاني. منين يا راجل بتتكلم على حقوق الانسان وانت اصلا مش بتطبقها؟ منين يا راجل؟ راجل ايه؟ طب انا مش عارف اقول راجل ازاي. ما هو حلقه بصراحه ما ينفعش يقال فيها راجل بالنسبه اللي هم يقولوه ده، ان هم مش رجاله. فمنين انت بتقول حاجه زي كده وحقوق الانسان وانت اصلا مش بتطبقها؟ هو انت سيد مسعود اوزيل لما دعم المسلمين في الأجور انت كنت فين؟ ما انت شلت ايدك وملناش دعوه، ارسنال شال ايده وخلاص قررنا نستغنى عن اللعيبه عشان قال رايه. ما انت منين بتدعم حقوق الانسان اساسا بتدعمها؟ ولما حد قال رايه في حاجه غير السياسه اللي انت عايزها او غير الدماغ اللي انت ماشي عليه ما بقاش جاي معاك سكه. طب ما فكك من مسعود اوزيل. ادريس اجانا جاي، ما ادريس اجانا جاي كان ما قالش اي حاجه ولا اتكلم في اي حاجه، بس عشان مش جاي على هواك مشيته من الفرقه وراح فرقه تانية. انتوا بتتعاملوا على الموضوع لان هم على دماغهم بس. انت يعني هم مصرين على حوار الشهرة ده عشان احنا في بلد مسلم. ما محدش يقول رايه او حد يقول رايه علينا، محدش يتكلم او يقول لنا انت تعمل كذا او تعمل لا، هنعمل اللي احنا عايزينه في اي حته. ما هي ميغا، ما هي بلد ابوك، هي ميغا. هم مش مستوعبين ان ممكن بلد عربي ان هو يفرض عليهم عاداته وتقاليده. هو مش الفكره دي مش في دماغهم، مش جايه معاهم يعني، مش في دماغهم خالص. طب انتوا بتدعموا حقوق الانسان، طب حقوق الانسان يا عم عندنا ما بتقولش كده. احنا مش عايزين ندعم حاجه زي كده او عايزين تبقى ليها وجود. وهو خوف عليك، هو لو حد في الاستاد شاف حاجه زي كده وحاجه هيستفز ممكن تحصل حوارات كتير بره احنا في غنى عنها. ركز في الكوره بس. انت ليه تلعب كوره؟ كاس عالم وحدث تاريخي ركز فيه اساسا. انت خلاص الماتش الجاي هتطلع، فركز بقى تطلع حتى بمنظر مشرف. تعرف بقى اللي يجنك ويضايق؟ ان في انذار الحكم اول ما قال لهم ان انتوا تاخدوا انذار بعد قضيه. والله بقى القضيه يعني انت تدافع عن قضيه، انذار يخوفك اذا كان منتخب انجلترا او منتخب هولندا او المانيا، انذار يخوفك عن قضيه كامله. في ناس بتموت عشان قواضي، بتموت يعني بتفدي نفسها في قواضي كتير. انت انذار بس في ماتش خايف انك تاخده. طب ان هاري كين اساسا بنسبه 90% 99% مش هياخد انذار اصلا. واحد زي هاري كين، واحد زي نوير برضو بنسبة كبيرة مش هياخد انذار. فهو الموضوع مش قضية، هو موضوع بس ان محدش يفرض رأيه علينا واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجة. هي الفكرة في كده. والفكرة كمان ان في بلد عربي ما يفرضش رأيه علينا برضو، دي فكرة في دماغهم
فمفيش قضيه، يعني انت القضيه شلتها خلاص واستغنيت عنها عشان انذار اصفر، كارت اصفر. انتوا بتقولوا ايه بس؟ يا ريت كلنا ندعي ان المانيا تخرج من كاس العالم الماتش الجاي، وان شاء الله هتطلع ان شاء الله، يعني هتخرج من الماتش الجاي. ونيجي بقى نفكنا من المانيا ونتكلم عن العظمه، عن اسبانيا واللي عملته. عارف انت المتعه، يعني انت قاعد كده بتتفرج على متعه. يعني اللي عمله لويس انريكي ده في اللعيبه اوعى، يعني في لعيبه اساسا الانديه بتاعتها مش طايقاها وبيطالبوا ان هم يعتزلوا، ومعاه بتحس ان هم افاتار، بياخدوا كده حاجه تانية ويلبسوا وش تاني معاه وبيتحولوا 160 او 180 درجه. مثلا انت عندك بوسكيتس، الناس كلها في برشلونه، انا واحد من الناس في برشلوني كنت عايز ديونج يلعب عليه. قلب اساسا بالدي بيلعب ما خدوش اساسا. دخيا الناس كلها عايزاه وجون جامد برضه مش موجود. اختيارات انريكي معاه اي حد بيبقى موجود بيبقى تمام. اسينسيو اساسا ما بيلعبش في ريال مدريد وموجود معاه مكسر الدنيا. وتوريس برضو نفس الكلام مع برشلونه، ولاعيبه كتير جدا بتبقاش موجوده مع فرقات، بس انريكي بيعرف يطلع منهم اللي هو عايزه واللي هو عايز يشوفه، لدرجه ان هو تحس الماتش سهل. انا اول مره اشوف ماتش في كاس العالم سهل، يعني من ساعه ما كاس العالم بدا ده اول ماتش سهل اشوفه. يعني الفرقه ما تعبتش فيه ولا حد تعب، تحس كده ان انت قاعد مبسوط وانت بتتفرج عليهم. يعني انت بتتفرج على ناس صغيره، مفيش حد كبير غير بوسكيتس وقلبه، يعني كل اللعيبه الموجودين صغيرين في الفرقه، فعامل حاجه للمستقبل مش طبيعيه اللي بيعمله انريكي دوت. هو ده الكوتش بمعنى الكلمه، جايب لعيبه بتعرف تطبق فكرته، واي حد موجود هيطبق فكره. حقيقي عظمه 7 مش من فراغ، يعني اللي عملوه ده مش من فراغ. انت قاعد مستمتع ومش عايز الماتش يخلص، وان شاء الله يطلعوا المانيا عشان نتخنق من القرف اللي هم بيعملوه ده. فحقيقة اسبانيا انا بعد ما شفت ده مرشح كبير جدا لكاس العالم، بالعظمه اللي هم بيقدموها ديت وبالقوه اللي اللعيبه بتقدمها. حتى اللعيبه اللي مش موجوده مع فرقها او موجوده لعيبه جامده، يعني لعيبه معاهم جامده، لا جامدين جدا، ما تحسش ان هم ما بيلعبوش، اللعيبه اساسيه وجامده. انا كده خلاص، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. السلام عليكم.